اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من ذا ميكر، البودكاست اللي احنا معودينكم دايما ان هو يكون فيه تنوع كبير جدا، لان احنا يهمنا ان في جزء مهم جدا احنا شايفينه ان احنا علينا دور في تطوير صناعه كره القدم في مصر. ومن خلال البودكاست ده احنا بنوضح لحضراتكم احنا بنعمل ايه في ذا ميكر. ومهم جدا ان بناتنا واولادنا يعرفوا ان كل واحد وصل لنجاحات في حياته ما كانش طريقه سهل ابدا، ولازم بناتنا واولادنا يفهموا ان لازم ان هم يكافحوا في حياتهم ايا كان ايه الباك جراوند اللي هم جايين منه. مفيش حد بيوصل لنجاح في اي مجال عمل بيشتغل فيه الا لما بيكون او لازم يكون مسلح نفسه بالعلم. النولج ده مهم جدا، وان هو يكون خبرات ويتعلم من اخطائه خلال المشوار بتاعه. النهارده ضيفنا في ذا ميكر واحد من الاساطير والنجوم الكبار، اللي انا الحقيقه اكيد شهادتي مجروحه فيه، لان هو اخويا الكبير يعني. وبقول ان واحده من الحاجات اللي انا يعني بعتز بيها في حياتي ان هو صاحبي، واحنا دايما عايشين حياتنا بنسند بعض. الأخوة والصداقة الحقيقية في ان انت تفضل دايما تتقبل صاحبك بشكله وبشخصيته، وتفضل ان انت تزق فيه وهو بيزق فيك. هي دي الصحوبية الحقيقية. ضيفي أسطورة مصر ونادي الزمالك الكابتن حازم إمام. كابتن حازم منورنا. منور يا ميدو. ايه رايك في الانترو؟ مبروك على كل حاجه بصراحه، يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده. يعني ربنا يوفقك. انا مبسوط جدا والله بجد. المشروع بتاع ذا ميكر ده، يعني انا بشوفك على السوشيال ميديا بس اول ما اشوفك بجد يعني على الطبيعه، حاجه جميله وحاجه محترمه جدا، حاجه very well organized ومنظم بشكل غير طبيعي، واولاد صغيرين في عينيهم الامل والطموح، وان انت واخدهم في حته تعليم وفي حته كل ما يخص الكوره، مش بس الكوره اللي حوالين الكوره اللي بقت هي دلوقتي بقت حاجه اهم كمان، انك تبقى عندك لعيب بمواصفات زي ما احنا بنقول كده زي صلاح واللعيبه الكويسه، مش مجرد ان هو لعيب كوره كويس، مجرد ان كل حاجه حواليه منتل ونوليدج ونيوتريشن، كل حاجه تعملها لهم هنا. فبرافو عليك وبحييك بجد والله على طموحك وحبك، وانت بتشرح، انت بتتكلم بحب ومن جوه كده وفرحان بحاجتك. فربنا يوفقك. انا مبسوط ان انا معاك يعني والله بجد، وشخصيه جميله وشخصيه جدعه يعني، الناس الجدعان. مبروك. يعني طبعا هي شهاده انا نعتز بيها من رجل يعني شاف كتير وشاف وعدى وشاف انديه وزار انديه في اوروبا. فراي كابتن حازم يعني بالنسبه لنا مهم جدا، وانا باخد رايه في التفاصيل كتيره جدا، لان الولاد دول معانا والبنات دول مسؤوليه كبيره جدا، لان احنا فعلا بنعاملهم زي بناتنا. أيوة. وزي ولادنا. كابتن حازم يعني قول لي بصراحه، انت شايف ان احنا ايه اللي لازم نعمله؟ لان الدوله بتقوم بمجهودات كبيره جدا ان احنا نزود عدد اللعيبه المحترفين بتوعنا، لان احنا وانت اكيد واجهت الكلام ده وانا واجهت الكلام ده. لما يبقى عندك منتخب فيه 25 30 لعيب كلهم بيلعبوا في الخمس دوريات الكبرى، او 80% منهم بيلعبوا في الخمس دوريات الكبرى، ده بيخلي اللعيبه في الماتشات الفيصليه عامله لك كل فرقه عامله لك مليون حساب. ايه اللي احنا لازم نعمله؟ يعني احنا القطاع الخاص احنا شغالين بشكل كويس، والدوله بتقوم بمجهودات كبيره جدا. انت شايف ازاي الشغل بتاع القطاع الخاص وانت بصفتك مسؤول سابق في اتحاد الكوره وعارف المطبخ وعارف المشاكل بالذات في الحته بتاع تصدير اللعيبه المحترفين؟ انت شايف ازاي ان احنا نقدر ان احنا نكمل بعض؟ بص، هي اللي انت قلت القطاع الخاص، الشغل دلوقتي في الكوره بقى في القطاع الخاص مهم جدا. بقى زمان ما كانش فيه غير الانديه الجماهيريه او الانديه الكبيره، هي بقى كان طموح الناس كلها تلعب فيها. فكره الانديه الخاصه والانديه الاستثماريه وحتى الافراد اللي بيشتغلوا دلوقتي، حتى في اكاديميات بتطلع ما عندهاش فرق،
بتعمل اكاديميه وتخش باسم فرق وتبتدي تعمل زي مثلا يعني مثلا في الكره النسائيه في فرقه عامله شغل كبير جدا جدا طبعا. يعني، وعلى مستوى الولاد برضو من غير ما يكون عندها نادي. فالفكره والناس دي بتبيع وبتروح وتجيب لعيبه من بره وتشتغل في مصر وانت. فالفكر الاستثماري البيزنس الرياضي ده اللي اعتقد هيساعدنا شويه اكتر من الفرق الكبيره الجماهيريه، لان دايما الجماهيريه او يعني فرقه الاهلي والزمالك والحاجات الكبيره دي ما بيبيعش لعيبته للاسف الشديد. قليل جدا لما يبيع لعيب، لما يجي لهم عروض لما يعني. يجي لهم بيبقى ارقام كبيره وارقام أوي. كبيره وبتبقى عشان كده صعب قوي. ميدو احنا ميدو ممكن وانت عندك 17 سنه طالع مثلا من كاس عالم مثلا الشباب، انت واحد من السنغال مثلا واثنين 100,000 يورو. عجبكم، الاثنين عجبتوا حد عجبكم في المانيا مثلا، هيجي لك انت هنا في مصر بتلعب في الزمالك والاهلي ولا اي نادي يقول لك تطلب 2 مليون يورو مش عارف زائد ايه وكميه. التاني هيقول له يا عم ممكن ما يلاقيش نادي اصلا، ما كنتش عنده نادي اصلا ان خلاك في افريقيا. واللي قاله لي ده كان ايمانويل، طبعا انت عارف ايمانويل يعني كان ايمانويل كان ماسك منتخب الشباب، منتخب نيجيريا منتخب خد كاس نيجيريا العالم إيمانويل. راح كاس العالم. لا خد كاس العالم المنتخب ده وهو بيتعمل كنا مع بعض يعني. فبقول له انتوا في هناك بتعملوا ايه؟ كنا في الاتحاد ساعتها برضه. فبقول له بتعملوا ايه؟ بتشوفوا الولاد ازاي؟ قال لي احنا في السن ده مش زيكم في مصر، احنا ما عندناش انديه. يعني احنا بنبتدي الانديه بعد 16 سنه 17 سنه، نبتدي نبقى بيلعب في نادي. قبل كده السن بتاعي ده انا بروح اقول مثلا بيعلن في الجورنال ان هو جاي ابوجا او جاي ليجوس او جاي كاتحاد، بيقول ان احنا المنتخب المدرب هيجي يتفرج على اللعيبه في منطقه كذا، زي مثلا هيروح الغردقه مثلا او اسكندريه، الناس تجي له يقعد 4-5 ايام يتفرج على اللعيبه مش في انديه، هم ما بيلعبوش، ما فيش نادي. يعني الاولاد دول ما بيلعبوش في انديه في الشارع كده، ياخد بقى من هنا وياخد من هنا يعمل منتخب. يعني احنا عندنا، انت عندك النو هاو كويس، انت عندك انديه وعندك تاسيس وعندك ملاعب. فهم تخيل بص بيبتدوا منين؟ يعني هم البدايات بتاعتهم اصعب متاخره مننا، بس هم هناك اطلع انت هنا امسك طيب هي دي المشكله. طيب انا بس ايه، انا عايز اتكلم في بصفتك مسؤول سابق في الاتحاد. احنا زمان يا كابتن حازم وانا فاكر كويس جدا تمام، كان عندنا المنتخبات بتاع المحافظات. يعني النتورك بتاعت السكاوتنج، منتخب الجيزه. طب ده اتعمل مع الكابتن احمد الكاس. يعني احنا يعني منتخب 2008 اللي خد البطوله شمال افريقيا دي، اتعمل له منتخبات محافظات، وفي اسكندريه كانت بتتعمل البطوله، وكان بيجي يتفرج على منتخب محافظه المنيا، مش عارف محافظه منتخب القاهره، منتخب الاسكندريه، منتخب كانت اتعملت. احنا زمان انت عارف كنا 6 قطاعات كنا بنسافر واتعملوا واتعملوا على منتخب 2008 والكلام ده اتعمل اوريدي. نفس فكره انت بتقول بتاعت زمان، فاكر انت منتخب القاهره ده؟ ايوه كان دايما الفرق بين منتخب القاهره ومنتخب الجيزه دايما. ايوه كان عندكم ايامكم بقى. ايوه فاتعملت مع المنتخب كابتن يعني احمد الكاس. رجع تاني الفكره. ايوه رجعت عملناها اوريدي. طب هتتكمل بقى مع ما اعرفش بقى كل واحد طبعا. طب انت هل دي المشكله؟ هل انت اوصيت؟ هل انت كرجل فني في الاتحاد انت دلوقتي ما انت عملت تقرير؟ انت دلوقتي في قبل ما نمشي كابتن علاء نبيل جيب هو المدير يختص بهذا، بس انت مثلا عملت حاجه نجحت فاعتقد بتمشي سكه في السكه دي ان انت تمشي. اعتقد لان الجيل ده من ناجح يعني 2008 فرقه كويسه قوي يعني مع كابتن احمد الكاس ان شاء الله كمان هيعمل معاهم شغل كبير يعني. فنرجع لموضوعنا ميدو، الفكره ان الانديه انا مش مدي امل قوي الانديه الجماهيريه تدي لعيبه من بره، مع ان عندهم لعيبه كويسه، لان دايما هو بيخاف من الجمهور بتاعه، الجمهور مش عايزه يطلع غير لما يستفيد منه، ما تبيعش زي ما بيحصل يعني عندنا. لكن الفكره بقى ان انت واحد زي انديه كتير دخل دلوقتي مش هدفها قوي ان هو يحافظ على اللعيب لانه ما عندوش جماهير قوي. طب انت رايك بس بيعلم اللعيبه وهم صغيرين كويس طبعا، بيطلعهم كويس، بيشتغل عليهم كويس. فبقى انا متهيألي الفتره الجايه هتلاقي زي مثلا وادي دجله ما عمل. ولا انت رايك ان النهضه الكبيره او الثوره الكبيره اللي القطاع الخاص بيقودها ايوه طبعا في كره القدم هتجبر الانديه الجماهيريه ان هي تطور من نفسها في التاسيس وتعليم المدربين والعنايه اللي بياخدها ده جانب، اصل لازم ده جانب. بس انت بتتكلم دلوقتي في جانب انك تطلع لعيب كويس، مش جانب ان انت تطلع لعيب بره. ايوه انت بتتكلم ان انت تطلع يعني انت مثلا يقول لك ايه، احنا ليه ما عندناش لعيبه ناشئين كويسين؟ انت دي بتدي فكره، وانك تطلع ليه لعيبه ما عندكش لعيبه بره. اللي انت بتقوله ده التاسيس ده مهم جدا يا ميدو. ليه بقى؟ يعني مثلا يجي يقول لك احنا مثلا لو خسرنا، يعني احنا مثلا 2003 دي المنتخب اللي كان في مصر هنا خسر كل ماتشات، فالناس بتقول لك ازاي احنا ما عندناش قطاع ناشئين؟ طب انت دلوقتي لما يبقى عندك لعيب جاي لك مثلا عنده 15 عنده ماتش الساعه 11 الصبح، جاي مسافر ساعتين مش فطران
نازل الماتش ميت اساسا قبل ما يلعب، تعبان من المواصلات وتعبان مش واكل ومش ومعاه مدرب مش مؤهل قوي، فانت هتلاقي زي المدرب لعيب كويس. مفيش تعليم، مفيش اكل، مفيش صحه. الملعب اللي بيلعب عليه، شوف ملاعب انت لفيت اكيد ملاعب. طب ايه القوانين اللي انت لازم اميدو كل نادي يتحط له شروط مثلا، له إن لازم ما انت ممكن تعمل شروط، بس كلنا اميدو يعني عندنا في عاده سيئه، بتحط قانون الناس بتلف على القانون، بتحط لائحه الناس بتلف على اللائحه، فهتقول عايز ملاعب هيجيب لك ملاعب، بس ممكن ملاعب لا مش ادميه. هي النظريه ان انت كل الانديه يا ميدو ما تختص بالفرقه الاولى، و90% من فلوسها كلها على الدرجه الاولى. مع ان لو صرف تحت مثلا تخش تحت، لا الولد بياكل كويس زي ما انت يعني، انت عامل هنا اكل وشرب وبتاع. طيب انت دلوقتي هتلاقي في انديه ممكن العيال ما بتاكلش، اللبس مش كويس او ما فيش لبس، الملاعب وحشه جدا. طب هو بتلاقي ولاد دلوقتي، احنا كنا زمان ميدو لما حد بيجي له رباط الصليبي ده كان بيجي، واحنا بنشوف حد لما فيرست تيم، لو ما شفت ولد صغير جرب الصليبي واحنا بنلعب كان قليل جدا أوي. جدا واحد دخل دلوقتي شوف كميه الولاد الصغيره بيجيبوا رباط صليبي، ملاعب سيئه للغايه. ده مشروع طبعا قومي للدوله انك تهتم بالاراضي بالملاعب، انك تعمل ملاعب للناس تتمرن عليها، وتعليم المدربين انا بقول لك انا باخد لك حاجه يا ميدو، يعني ملاعب اللعيبه تغذيتهم، ثقافتهم، الملعب اللي بيلعب عليه، والمدرب اللي بيمرنهم. طب ممكن اسالك سؤال؟ قول لي بكل صراحه، لو المهندس هاني ابو ريده، بس دي يا ميدو برضه مش مسؤوليه الاتحاد بس، ده مشروع قومي. الاتحاد ما اقدرش، مش هقدر انا هقدر اجبر نادي على انه لازم المدربين يكونوا متعلمين، يكون معاه شهاده. ده طب ده موجود اوريدي خلاص، ده اتعملت من 3-4 سنين. وتقدر ان انت ميدو اتعملت من 3-4 سنين والله معقوله، ما نزلتش لجان تنافس. ما شفتش انت يعني، انت روح اي نادي دلوقتي يعني موجود، هتلاقي 90% من المدربين معاهم بي ومعاهم سي ومعاهم اساسيه ومعاهم بس المحتوى بتاع الرخصه ما انت المحتوى التعليمي هو القصه برضه. خلينا نوضح محتوى الرخصه. انت قعدت مع محتوى الرخصه، ايوه محتوى الرخصه يا ميدو بص ضعيف جدا. محتوى الرخصه ده مش بتاعنا بس، محتوى الرخصه ده انا عندي كتاب كبير الاتحاد الافريقي بيديهولي، ده اللي بشتغل فيه. ايوه بس لازم انا ازود، انا بقى ممكن ازود، لكن قصدي انا المحتوى ده اللي باخده انا والمغرب والسنغال والجزائر ونيجيريا. انا شفت المحتوى بتاع المغرب والله هم يا حبيبي يزودوا وهو مزود. ايوه بس انا قصدي البيز كله هو واحد. ماشي. انت ممكن تزود، لان انت مين بتاخد رخص بي وايه ودي، دي مش انت الانستراكتور، دول بيبقوا من افريقيا، ما ينفعش يجي حاجه هو انت عامل له حاجه في مصر، فبيديك على البوك اللي هو ماشي بيه. لا انا شفتك لازم ايوه تزود. ممكن بيدي بقى، ايوه انا قصدي انت بقى كمدرب يا ميدو، الرخصه بي وسي دي انا بشوفها بشبهها دايما بايه، بواحد خد رخصه سواقه بس مش معناه انه بيعرف يسوق. يعني مش ما انت بتاخد رخصه سواقه بس انت ما بتديش اشاره، بتخش شمال بتخش يمين، انت بتعرف تطلع اولاني ثاني وخلاص. لازم تتعلم عشان تبقى سواق كويس. يعني لازم تعمل انت وتخش اونلاين وتروح عشان تبقى مدرب كويس. بس انا بقول لك مينلي الناس الاتحاد اللي يقدر يعمله انه يقول مثلا المدرب لازم معاه رخص، لكن هيقول اخرك بتبقى ايه في الملاعب؟ هتقول له لازم عندك ملعب كوره. 90% ميدو من الانديه اللي موجوده دلوقتي او بلاش 90%، 50% في الدرجه الاولى الدوري 18 نادي ده، كام نادي عنده ملعب، عنده نادي اساسا؟ لا ما فيش يعني، في نادي عنده نادي كله مأجر. في ناس اللي عندهم وفي طب انا بقول لك، ما هي دي المشكله. انت الانديه دي ما انت شرطك ايه؟ ان عندك ملعب. زي ما مثلا في ايطاليا هو الناس عندها ملاعب بس عندهم انديه، عندهم فيلد تريننج بتاع كومبلكس يعني وبتاع لكن ما عندهمش ملعب. انت في الدوري بتبقى محتاج ملعب فبيأجروا ملعب، بس هم كنادي ما عندهمش نادي. ما تقول عشان تدي الرخصه للدوري الممتاز ودوري الممتاز به ان انت لازم يكون عندك ملعب بجوده معينه وملاعب تدريب وفساد. يعني السعوديه عامله كده يا كابتن حازم. السعوديه عامله ايه؟ موزعين حقوق البث. انا اقول لك بس اصل كل حاجه انت تمسكها من حقوق البث، تمام؟ الفكره بتاعت ان انت الفوتبول بيراميد، ان انت ازاي الدرجات الادنى ان هي تستفيد من الانديه الكبيره ومن قوانين اتحاد الكوره. في السعوديه عارف عاملين ايه يا كابتن حازم؟ عاملين توزيع حقوق البث كالتالي: 40% بالتساوي، 40% على حسب مركزك في اخر موسم، و10% على حسب انهائك للرخص الاسيويه، و10% على حسب تنفيذك لبرنامج تطوير الفئات العمريه. انا بقى بصيت على برنامج تطوير الفئات العمريه دي: رخص المدربين، الفاسيلتيز، صاله جيم،
الاوض بتاعت الريكفري، حاطط لهم ستاندردز، بيبعت لجان كل 3 شهور تبص الكلام ده متنفذ على الارض ولا لا. اي حد بينفذه بيقرب من درجه الكمال الشروط الكامله اللي هو حاططها له، بيزود له فلوس في ال10% بتاعت عوائد البث. احنا ده اللي لازم نعمله في رايي. طب انا ممكن اسالك سؤال؟ صح. لو اتطلب منك دلوقتي، لو مهندس هاني ابو ريده قال ان انا هجيب لجنه فنيه، اللجنه الفنيه دي فيها حازم امام، وان حازم لازم نستفيد من وجوده في الاتحاد قبل كده، والنهارده ان هو راجل على علم بكل كبيره وصغيره والمشاكل اللي بتتقابل، توافق ولا لا؟ لا. ليه؟ لا انا مش هوافق، يعني عندي ظروف بقى، اشتغلت الشغلانه دي ومش عايز اشتغلها، لكن انا ممكن اقول لك عمرك ما اشتغلتها؟ مش الشغلانه دي بس، عامه الشغل ده يعني. بس يعني ما كانوش بيدوك فرصه ان انت لا الاراء الفنيه؟ لا بالعكس، لا ليه؟ بس احنا كان يعني احنا ميدو او الاتحاد عامه دايما هو بيهتم بالمنتخبات، وانك تدي البيز بتاع الناس، ان انت زي ما مثلا عشان تشتغل مدير قطاع ناشئين لازم تبقى معاك رخصه ايه، عشان تشتغل في قطاع الناشئين لازم يبقى على الاقل معاك هو ده البرنامج اللي هتحطه، ده احنا عملناه موجود اوريدي، بيتنفذ يعني. بيتنفذ ده من زمان. طب انت ليه مش عايز تبقى موجود في لجنه؟ لا ولا انت عايز؟ لا انا قصدي مش عمل عام، اصل مش قصدي لجنه او بتاع، انا قصدي الواحد، لا لو حد قال لي تعالى هقول له نعمل ايه او انا رايي نعمل ايه، بس هي المشكله يا ميدو بقى في المتابعه والتنفيذ، زي ما انت بتقول كده، اللجان بتروح تتابع وتشوف وتعمل، هي دي عندنا احنا المشكله. احنا ممكن بنقول حاجه لكن ما بنتابعش، وده ممكن يبقى تقصير مننا على فكره، ان كان اتحادات او حاجه ما عندكش لجان للمتابعه. ما انا برضو يا كابتن حازم انا عندي راي بصراحه. انا في رايي ان لازم سيبك من عضو مجلس الاداره بالقانون، ما ينفعش ان هو يتقاضى راتب، تمام؟ لكن النهارده بس انا اقول لك غلط الكلام ده، انا من وجهه نظري في ظل اللي احنا الايام دي كان زمان الكلام ده كويس، لان زمان ماشي. بس انا اقول لك حاجه، طب ماشي صح، انا مش بس اللجان بقى الفنيه اللي بتعملها لازم تبقى بايد. طب ما هو مدير فني اتحاد الكوره هي بايد، ايوه، ولو عملت لجنه لازم تبقى بايد. بس انا بقول لك في ظل دلوقتي الكم الاهتمام بالكوره والتركيز في الكوره والقرارات الكتيره اللي بتطلع من الكوره والصناعه والفلوس الكتيره اللي في الكوره، لازم الناس دي تبقى بايد عشان تبقى مركزه طبعا. لكن انا باجي وامشي، انا ممكن ما اجيش، انا ما تقدرش تسال من حد كوميتمنت. ايوه ما هي المشكله، هو بيعمل لك حاجه خدمه عامه، المسؤوليات بقت كتيره جدا جدا، محتاجه ان انت تقعد 24 ساعه، لان الموضوع كبير بقى في مصر الكوره، وبقى انت شايف الشغل الشاغل لكل الناس الكوره في مصر يعني، ولو بينالتي جه وبينالتي ما جاش، لجنه الحكام مش عارف ايه، قرارات لجنه الانضباط، لجنه، عندك حاجات كتير جدا، دوشه كتير، زمان كانش الدوشه دي موجوده، وعندك حياتك الخاصه وعندك، فطبعا انت مش ممكن هتعمل ده كله وانت عندك شغلك العادي، فهتاخد من شغلك فالناس يعني فكره التطوع دي انا شايفها يعني فكره هاويه تماما، ما تمشيش مع العصر اللي احنا فيه دلوقتي، والفلوس الكتيره في الكوره والاهتمام بالكوره المبالغ فيه يعني. هل واجهتك مشاكل ان انت حسيت في وقت من الاوقات في مجالس مختلفه ان انت يعني كنت بتبقى متضايق ان في ناس ما لعبتش كوره او ناس ما عندهاش اي خبرات فنيه، ان هم رايهم زي رايك على الترابيزه متساوي؟ ما انت قول لي بجد يعني. اكيد. وهل انت شايف ان القوانين لازم تتغير؟ اكيد، بس هي النظريه ميدو خلي بالك برضو، الاداره في الكوره مش لازم تبقى لعيب كوره. ايوه طبعا، لا مش بس قصدي. انت بتيجي مثلا بتختار مدرب، بتتكلم في تدريب، بتتكلم بتاع، فتلاقي حد فعلا يعني. كان في موقف مثلا فبنختار في حد قال لي هو كابتن مش معنى يعني احنا برضو بنفهم كوره، مش انتوا بس، كابتن وبركات يعني. قلت له ايه؟ قلت له ماشي، هقول له ايه طيب يعني؟ قلت له لا بس يعني احنا بنتكلم ان احنا شفنا ولعبنا حاجه، ممكن بتحب الكوره شفتها من بره. الناس اللي بتحبك، واقول لك بصراحه، بتعتبر ان ده سلبيه منك. يعني الناس اللي بتحبك، ما هو الناس دي مسؤوله في انا لو مكانك هقول له لا انا حاسب امام، انا راجل لا انا راجل لعبت وراجل درست. ايوه بس ده مش كذا، ما ينفعش. هو ده مش معدي، ده معانا في معانا. ما انت لازم تقول له الحقيقه. ايوه ما انا بقول له هو مثلا مهندس، هو راجل ما بيقولش لا، بس هو يعني ايه، بتقول له كده. انا يعني مثلا كنا بنعمل حاجه فبقول له احنا لا انا وكذا، انا مثلا كذا احنا، فهو بيقول لي ايه، بس انا كابتن رايي كذا، ويعني برضه احنا بنفهم، احنا بقالنا كتير شغالين في الكوره، فنقدر نتكلم معاك وكده. على عضو مجلس الاداره اللي قال لك ما احنا برضه بنفهم كوره، قلت له ماشي افهم ماشي، ما انت كل الناس بتفهم كوره، ما كل مصر بتفهم كوره، بس مش كل الناس لعبت كوره، مش كل الناس شافت لعبت في 90 و70 الف وشافوا ضغوط الكوره. ده كلام سهل انك تتكلم، لكن انت لما تشوف مدرب وتعرف تقيم، ان انت تكون شفت المدربين، اتعاملت مع مدربين، فسكت يعني ما اتكلمش. بس انا قصدي
وعلى فكره يا ميدو، هو مش اللي بيقوله ده 90% من الشعب المصري بيقوله. طب ما بيقولوا ايه يا عم المحللين اللي بيتكلموا، ما احنا بنعرف نحل. ما الناس بتتكلم دايما، كل الناس في مصر شايفه نفسها كلها بتفهم كوره، مجرد ان هي بتحب الكوره، مجرد ان هي يعني انت بتخش مثلا على فيسبوك بتلاقي واحد كاتب الاداره مثلا على اي نادي يعني اولى خطوات للنجاح، وكتب 14 خطوه مثلا. حضرتك مين بقى تلاقي بقى مثلا حد عنده محترم وكل حاجه، عنده مثلا 18 19 سنه، مهندس. ما هو ماشي، بس هو ما هو ممكن يكون بيتكلم صح، بس هو بيقول ان ده هو الشوط الاساسيه عشان تنجح. انت تعرف منين؟ انت لما ما مارستش حاجه عشان تبقى لعيب جامد، طب انت برضه تعرف منين؟ يعني ما حدش عنده فبقول لك احنا في مصر كل الناس بتفهم كوره، وكل الناس متخيله انها دايما هي الصح، وان هي يعني ايه المشكله تدي الكوره يعني اي حد يفهم فيها. طب انت قول لي بصراحه، لو رجعت خلينا ما تخلينيش بقى اتكلم مع، لا مش قصدي، مش قصدي يعني قصدي ما تخلينيش انا كل حاجه حاسس. لا بالعكس، خلينا نتكلم في الجنرال. قول لي. ما انا بسالك انت، انا مستضيفك انت. لا يعني قصدي هتقعد تقول لي انت هتعمل، عايز تعوض لنا الموضوع ليه؟ انا زهقت من الليله دي اصلا. لا انا بسالك سؤال، لما ترجع تشتغل، لان انا متاكد بعد ما تاخد بريك كده تمام ان انت هترجع تشتغل، ان انت برضو خلي بالك بتحاول تكتسب وتشوف الغلطات وتحاول تصلح، ودي خبرات. لا وانت كمان لما بتبعد شويه بتشوف بتعمل من بعيد، صح، بتشوف من بعيد، صح. وبعد كده لما بترجع بافكار مختلفه، صح. انت حاسس حازم امام لما يرجع، ما تخلينا ما نسموش عمل عام، خلينا نسميه ان عمل، ان شغلانه فنيه بحته، لان انا شايف ان دي شغلتك. احسن حاجه تعمل اللي انت مقتنع بيه. انا وجهه نظري بعد الفتره دي يعني دايما تعمل حاجه وانت زي ما انت بتعمل مثلا الموضوع ده انت مبسوط بيه، طبعا انت مقتنع بيه، وبتعمل الحاجه اللي في دماغك، مش في دماغ مثلا محمد ولا ايمن. طب انا شايف تمام ان خساره حازم امام تمام بثقافته وبتاريخه وبالخبرات اللي هو كونها في مجالس ادارات مختلفه، ان هو ما يبقاش معاه الفول كوتشنج بادجز ويبقى بروفيشنال تكنيكال دايركتور. يعني انا شايف نفسي اعمل كده لازم. طب انت ليه ما بتعملش كده؟ يعني انا الموضوع مقدم على الشهادات اللي هي عندنا المسار السريع دي، انا واخد سي، فممكن اخد بيه معاها. لا ولازم تطلع اوروبا، يعني لازم واحده الاول يعني. ايوه لازم بجد، لازم تطلع اوروبا، لان انا بقول لك النولج والعلم اللي هتاخده في اوروبا هيفتح لك حاجات كتير جدا ما كنتش شايفها. والله العظيم انا شفتها. يعني لما خدت سي حسيت ان انا دماغي كبر يعني في حاجات منطقيه في الكوره ما كنتش عارفها، يعني ممكن انت لعيب يعني حازم ممكن يدرس باحترافيه عشان ان شاء الله. لا مش عشان ابقى حاجه، عشان انا عشان كحازم جنرال نوليدج زي ما بتقول، تبقى عارف وانت بتتكلم، وده بيفيدنا في شغلنا في التحليل وفي السوسايتي بتاعنا يعني. طب لو حازم النهارده، حازم امام معاه البرو لايسنس اللي هي اعلى شهاده ممكن تتاخد من كره القدم، ادرب بقى. لا ما انا اتفقنا ان انت مش ملعب، اتفقت ان انت خلاص انت راجل مكتب، لان ده جزء مهم جدا ومحدش بيعرف يعمله في مصر كتير. الحلم بتاعك ساعتها ان انت تبقى التكنيكال دايركتور بتاع اتحاد الكوره، ولا نادي خاص، ولا الزمالك؟ اكيد اهم حاجه بالنسبه لي الزمالك. الزمالك طبعا. يعني انت ساعات بتقعد تحكي تقول نفسي مثلا امسك ابقى بتاع وينجح وياخد الدوري وياخد البطوله وانت ماسك وبتاع وتبقى انت مسؤول في النادي، انك عايز اي نجاح تنسب لنادي الزمالك تكون انت فيه يعني. فطبعا نادي الزمالك اكيد يعني. بس هي موضوع انا سمعتك كذا مره في فكره السبورتس دايركتور ميدو، هي فكره محترمه جدا، كويسه جدا جدا، بس هي المشكله عارف ايه؟ يعني ما بحبش ايأسك او يعني عارفك دايما انت عندك طموحات كبيره، بس انت انا بجد انا بقول لك والله انا عارف ان انت عندك طموحات، اعمل ايه طيب؟ بس انا اشتغلت الشغلانه دي في الديتيلز ساعتها، فبشوف حاجات ساعات ممكن انا عارف انت من بره بتبقى شايف ان دي سهله تتعمل ومفروض تتعمل على فكره، وده الصح يتعمل، بس انت لما تيجي تبص هنا على عقليه الناس اللي بتمسك في انديه وتقول لهم انا هجيب حد هو اللي هيبقى مسؤول عن كل حاجه، وهديله بندفع 100 مليون 150 مليون بادجت مدرب على لعيبه، هو ده اللي هيجيب كل حاجه. ده هم $25,000 بالكتير هتجيب تكنيكال. مش قصدي على الفلوس اللي هو بياخدها، انا قصدي على ان انا البادجت اللي معاك يعني. انا كمجلس اداره زمالك، اهلي، اتحاد، اسماعيلي، اي حد، المجلس ده اللي فيه 1 وجنبيه 9 أو 8 قاعدين، هيجيبوا حد يقولوا له خد 150 مليون جنيه، هات لنا انت المدرب وهات لنا لعيبه وحاسب على المشاريع. بالظبط. انا بقول لك مفيش حد في مصر. طب ليه بالعقليه دي؟ ليه؟ انا بقول لك ما انت لازم لان انا مش هدي روحي في كفك انت، انا ما بعرفش تمين. لا انا بقول طب ما انت بتدي روحك للمدرب. طيب بس انا بجيب بس انا على فكره مش معترض على هو صاحب المشروع، انا مش معترض على فكرتك، انا بقول لك الدماغ عندنا والناس المسؤوله
مش هتدي دماغها وتدي فلوس. طب ما الناس يا كابتن حازم لما بيحصل فشل بيستخبوا طبعا. ويقول لك احنا مالناش دعوه. يعني في ناس بتجيب لعيبه في انديه اعضاء مجلس اداره لما بيحصل فشل للعيب ده يقول لك انا ماليش دعوه بيه، بس هو ماليش دعوه بيه، يلبسها للمدرب او طيب. او جبناه طب هو احنا ده كمان كلام. او جبناه احنا كمان. يعني هل ينفع يا كابتن حازم الاهلي والزمالك 70% من اللعيبه الاجانب اللي جايبينهم ما يصلحوش لاسلوب اللعب بتاع الناديين، لا على مستوى الشخصيه ولا على المستوى الفني؟ ما هو ده لا هي طب ما دي ملايين بتتصرف انا وجهه نظري ودي فلوس دوله. انا وجهه نظري في الموضوع ده ان هو يجي بالتدريج، يعني يبقى سبورتس دايركتور ان يجي يعمل ماشي يعمل ستراكشر للمنظومه الكرويه. طب ما ده اللي مطلوب، يعني ده مش موجود. طيب. يعني عندنا في نادي الزمالك مش موجود ده، وفي انديه كلها معظمها. انا بتكلم على الزمالك عشان ما حدش يقول لك بتكلم على حد، لا انا بقول على الزمالك احنا النادي بتاعنا عشان احنا زملكاويه يعني. فالستراكشر ده انت ممكن تجيب حد يعمل لك انت عايز يا ميدو الزمالك ده فيه كنوز، احنا قطاع الناشئين ده كنوز والله العظيم طبعا. كنوز موجوده تحت، بس انت مش عايز. عارف ده لو اتصرف عليه مثلا 20 مليون جنيه بس 20 مليون جنيه ملعبين يتصلحوا. بيتصرف عليه اكتر من 20 مليون. قصدك كاسيتس ملاعب. ايوه طبعا انت تجيب ملاعبين. شوف ملاعبين عاملين ازاي. احنا الملاعبين دول احنا عاملينهم في 2010 لما كنا في مجلس زمان للاسف. فاحنا الملاعبين وحشين. لو اتعمل ملاعبين صرفت عليهم 15 مليون بلس شويه 10 20 مليون على اللعيبه وكده، انت هتطلع ناس كتير جدا. فالستراكشر ده لما احنا عندنا لو واحد اجنبي هتسمع كلامه، فهي دي تجيب ناس تعمل دي. ايوه. ولما تقعد 7 سنين 7 سنين كتير، والراجل يبقى عنده عشان تكتسب ثقه الناس. ما هو الناس مش احنا في مصر عاملين شكاكين، فلو هي راجل ما عملش حاجه هيمشي. طب ما الناس اللي موجوده فلازم تدي انها حد يشتغل من تحت ويبقى عنده كريديبيليتي، وبعدين يبتدي بقى الموضوع يشتغل. طب انت ما بتشوفش، بقول لي بصراحه، لو انت راجل ما عندكش فوتبول باك جراوند تمام، انا راجل يا عم ايه رحت اشتغل معاك وانت راجل بتاع حديد صح؟ هدي الشغلانه اللي بتاع الحديد يشتغلها صح، وانا هراقب صح. طب النهارده شغلانه الكوره ليه ما ادهاش للناس بتاع الكوره اللي دارسه؟ شغلانه الحديد ما يعرفش في القعده غير انا وانت بس اللي قاعدين، لكن الكوره مصر كلها بتشوفنا. مصر كلها بالعكس، مصر كلها هتقول ده انت عندك فكره ولا ما عندكش فكره. انا بشوف ده بيشيل الضغوط على مجالس الادارات. يعني انا النهارده لو جبت راجل تكنيكال دايركتور، انا راجل برفع ايديا وبسلمه المسؤوليه زي المدرب. المدرب جوه الملعب، والراجل ده هو اللي بيحط لي الاستراكشر، هو اللي بيحط لي سكاوتنج تيم، هو اللي بيعمل لي يقسمهم لي ريجنز، هو اللي بيشتغل على الحته اللي انت بتقول عليها الاسيتس، ان لازم يبقى عندنا كذا وكذا ونظام شغل. بص يا ميدو برضه كلامك انا مش مختلف معاك ان ده الصح، ما لازم يتعمل، بس المناسب للواقع المصري المختلف عن انت بتقول. لان انت ساعات بتجيب حد اجنبي راجل كويس جدا، لما يجي يخش في السيستم في مصر وبيعمل حاجات انت كمصر انت اللي جاي تقول له لا مش هينفع كده، احنا عندنا ما بينفعش كده. طب عشان كده لازم يبقى حد مصري عارف صح. فمثلا هيجي يتعامل بحاجه لا هنا ما ينفعش كده. ليه؟ لا مش قصدي ان هو غلط. انت مثلا مش عارف اديك دلوقتي مثال يجي في دماغي، بس هو يعني مش جاي في مثل في دماغي، بس يعني في حاجات. هل انت دي مشكله مثلا واجهتها شفتها في اماكن ان الراجل لما بيجي مدرب بيقابله صعوبات لما بيجي مدرب اجنبي عامه، فاول ما بيجي مثلا مثلا وانت مدرب لما انت لعيب، لما بيجي مدرب اجنبي ما يعرفكش وكانت بتحصل مثلا مع جمال حمزه تحديدا. انا فاكر جمال حمزه لما يجي مدرب اجنبي مش عارف حد خالص، فيجي مثلا يشوف التمرين، والله بجد اول 3 ماتشات جمال حمزه ده بره ال 18 لانه بيفتكروا طبعا واحد من اللي شغالين في النادي او مقتب وتعبان وما بيجريش وبيشوح فايه فقعدوا بره. طيب هو بالكونسيبت بتاعه صح، هو انجليزي مثلا، هو راجل صح اللي بيعمله ما يلعبش، بس هو مقعد حد جامد بره. فلما بيجي مثلا وحشين اللي مكانه وحش كذا مره، فبيروح ملاعبه فيلاقيه كويس جدا فيلعبه اساسي. طيب هو بدماغه الاولانيه اللي هي الصح هو مقعد واحد كويس بره. انا مش قصدي ان ده اللي على طول بيحصل، انا مش قصدي ان ده انما هو انا مش قصدي ما انا برضه بقول لك ايه، مش قصدي ان ده الصح او مش قصدي ان ده اللي بيحصل، بس قصدي في حاجات كده كتيره بتبقى قدام الشغل بتاعه هو صح اللي بيعمله، بس هو لا في حاجات اصح ممكن تتعمل عشان كده عشان انت تبقى عارف الكالتشر. عشان كده لازم يبقى في حد مصري جنبه عنده خبرات واشتغل على الارض تعمل الشغلانه يعني. انا بقول لك يعني وجهه نظري هي الفكره، بس هي انا الناس اللي مسؤوله في مصر يا ميدو الكوره دي برستيج 50% على الاقل هو واخدها برستيج. هو لا بيحب الكوره ولا بيعرف كوره، وجاي من عايز يبقى ليه جاي من باك جراوند ان هو عايز يشتهر، فبيخش يلاقي الدنيا ايه ده مع تلفزيونات سوشيال ميديا، فبيبتدي يخش بتقله.
الناس دي فيها كتير في مصر، فده عايز يجي ان هو انا اللي جبت وانا اللي وديت وانا اللي عملت وانا اللي هيبقى صعب عليه. هيعملها فور شو ان انا جبت حد، بس مش هيبقى هو السي عنده، هيبقى السي عند مجلس اداره. اتمنى لا، بس انا بقول لك محدش هيسلم دماغه لحد هو جايبه جديد يقول له خد البادجت ده كله، هات انت اللعيبه وهات المدرب واعمل استراتيجي وانا قاعد اتفرج عليك. صحيح. لو انديه جماهيريه تحديدا هيبقى صعب عليهم كده يعني. كابتن حازم، انا عارف ان انت اتسالت السؤال ده اكتر من مره، بس انا هساله لك بشكل مختلف يعني. هل فعلا اصعب تحدي كان بالنسبه لك وانت صغير وانت ناشئ في نادي الزمالك ان انت ابن حماده امام؟ هل ده كان اصعب تحدي؟ هي دي كانت الضغوط الكبيره اللي عليك؟ يعني انت لو كان فكرة ميدو، لو كان كابتن حماده الله يرحمه مش والدك، كان طريقك هيبقى اسهل؟ ما اعرفش يعني. قول لي. لا هو مش اسهل طبعا. انا ما بتكلمش على السهل والصعب، بتكلم على الضغوط اللي عليا مش زي اللي على مثلا صبري ولا مدحت ولا معتمد. يعني طبعا انا ان انت ما فيش ضغط، ان انت ايه، عارف انت لما تخش دلوقتي يقول لك ايه، عارف نمره 10 ده ابن ميدو. فانت الناس ايه مستنيه بقى يا عم ده ما عندوش فكره، يا عم ميدو ايه يا عم صباح الفل. فهي دي بتبقى كنت زمان لما اروح نادي الزمالك كنت اروح في الصيف يا ميدو هي اجازه الصيف اروح اتمرن في الزمالك وانا عندي 17 سنين. فتره الاعداد كل سنه اروح فتره الاعداد. كان كابتن عبد الخالق الله يرحمه. كابتن عبد الخالق. فكان ايه ابويا يبعتني انا واولاد عمتي واحمد عبد الله، عشان احمد عبد الله معانا في نفس العماره. وابن عمتك برضه. وابن عمتي برضه. نروح مع الراجل بتاع الاداري ولا حد يعني من النادي، يخش على كابتن انا سامعه بقى ابن كابتن حماده امام وقرايبه وبتاع يتمرنوا معاكم يعني. فطبعا انت ايه شايف بقى النظرات بقى وانت لاقيين من زمان بص ما انا شايف، انا اساسا شايف بقى. فبتحس بايه، بتتضايق ان انت محطوط ايه العيال حتى يعني زمايلك باصين لك بصه، يا عم ده ابن حماده ده هيجي بقى ايه هيتاخد وكوكوسه فبتتوتر، بتبقى مش عارف تروح تلعب. حتى وانا مع الصيد مثلا لما اجي العب ده ابن حماده امام اللي بيلعب، فاهم؟ فاللي هو انت دايما شايل حاجه تقيله على طب قدرت تتغلب على النقطه دي ازاي؟ دي بقى بتبقى حاله ايجابيه جدا لما بتبقى كويس. ان انت بتتحب بسرعه وبتتعرف بسرعه وبتشتهر بسرعه اكتر من اي حد في جيلك. اول ما بيبان بقى ابن حماده امام ده كويس وخلاص، انت الناس اللي بتحب حماده امام تحبك خلاص 100%. فانت كاسب قطاع عريض جدا، بلس الشهره ان انت خلاص تعرفت ابن حماده امام او ابن كذا او ابن كذا، تبقى انت اشهر من اللي حواليك. فدي بتديك طبعا هل كنت بتزعل لما مثلا لعيبه كبار يقول لك يا عم ما انت ابوك حماده امام؟ لان انا عارف ان في لعيبه كانت بتقول لك كده يعني، ما انت ابوك حماده امام، ما انت بتصيط، ما انت كده براحتك. هل كنت بتزعل بفكره ان في لعيبه كوره؟ لو انا صغير كنت بزعل، لكن لما بقيت كبير بقى ويعني واثق من نفسي انا عارف ان احنا بنهزر يعني. يعني في لعيب كبير مثلا كابتن حسام حسن طبعا كان بيقول لك انت ابوك حماده امام هل هيت يا اخي انا ابويا حماده امام في الجامعه وجامعه اعلام. كان بعد الجون لما عملت له الكوره بكعبي قال لي يا ابني هو انت يا ابني اللي جبت جون ولا انا يا ابني؟ يا ابني مش كده يا ابني، يا ريتنا يا اخي كان ابويا حماده. كنت بتزعل من الكلام ده ولا بتاخده بهزار؟ لا باخده بهزار. لا بقى وانا صغير كنت بزعل لما ما حدش كان يعرفني، بس لما كبرت انا عارف ان هو بيهزر يعني. هل في ناس وعلى فكره برضو انا كان عليا ضغوط طبعا، بس لا تقارن بصراحه بالضغوط اللي على الاولاد دلوقتي. بصراحه لا تقارن بمثلا ولاد مين بيلعب كابتن شوبير مثلا مصطفى ولا نادر ولا ابني ولا علي ولا حسين. بص انت ابنك يعني فكميه ضغط على الولاد دي اولا بيتهموا على طول ان هم وحشين قبل ما حد يشوفهم. فدي وبيتقارنوا بابوهم بيقارنوا بابوهم. هو على طول هو وسط، على طول هو اسمها لعيب يقعد يقول لك اسمها ابناء عاملين دي. فرزله جدا يعني، وبتديك يعني بتحط ضغوط عليهم غير طبيعيه. احنا ايامينا ما كانش كده يعني، ايامينا بيتقال كده بس في الكوميونتي بتاعنا اللي هو الفرقه بتاعتي بس. دلوقتي طبعا الولد الصغير بتاعي يلاقي الناس بتتكلم عليه، فكان الله في عونهم يعني. طيب هسالك عن لعيبه وهتقول لي مين فيهم في رايك احسن؟ ايش بقى الحاجات دي ليه؟ دي جميله ولا جميله ولا نيله والله. لا ليه؟ انا بسالك دي ما بحبهاش الحاجات دي. والاسطوره ومين الاسطوره والحاجات دي. طب اول حاجه سؤال بصراحه يعني، دايما الزملكاويه والاهلاويه بيعملوا مقارنه ما بين حازم امام وابو تريكه. انت بتشوفها انا بشوف فكره المقارنات دي اساسا بايخه جدا، لان انت مثلا هتطلع بالمقارنه دي بايه؟
هل انت هتقتنع بكلامي وانا هقتنع بكلامك؟ هنطلع زي ما انت مقتنع ان محمد احسن، انا مقتنع ان عبد السلام احسن. مهما انت هو هتقنعني ديبيت، هو ديبيت. ما بقول لك يعني الناس دايما في لا ايطاليا، لا انا الناس دايما مثلا في ايطاليا كانت بتقارن بين ديل بيرو وتوتي. لا مثلا مين احسن، مين ايوه بس افيد هو للمنتخب، جدال مين طريقه سوفسطائي. لعب. كلام سوفسطائي ملوش معنى في الاخر، لان انت لا انت هتقنعني ولا انا هقنعك، لان انا مقتنع ان ده احسن لعيب. هو اصل هي الفكره، ما الناس ما عندهاش معايير ثابته. يعني مثلا ممكن يحب واحد عنده البطولات كلها عشان وبعدين يحب واحد تاني ما عندوش بطولات خالص بس هو بيحبه وشايفه ده احسن لعيب في حتته بس. فكل واحد حسب ما هو بيميل لمين. طب انا اسالك الاسئله لان دي مهمه جدا. ماشي. وانت موضوع يعني ايه، لازم استرس عليك في حاجه صغيره. يلا. حسن شحاته، فاروق جعفر. حسن شحاته. حسن انت بتفتي دلوقتي يا عم؟ لا. وانت قال يعني معد ولا انت لا بتدي ما طبعا اللي بيجي في دماغك لا بتقوله؟ لا كل حاجه موجوده، كل حاجه موجوده. حسن شحاته، طاهر ابو زيد. انا بموت في طاهر ابو زيد بس بحب حسن شحاته برضه. يعني حسن انا شحاتة لما انا صغير كنت بالنسبه لي كابتن حسن كان حاجه كبيره جدا، بس انا بموت في كابتن طه. بموت فيه يعني. طيب. ولعبت معاه كده، اتمرنت معاه مش مصدق نفسي يعني. طيب حسن شحاته يعني اللي بيكسب بناخده معانا احنا، كابتن حسن ماشي معانا. كابتن حسن شحاته ولا جمال عبد الحميد؟ انت يا ابني جايب لي الناس كلها اللي بحبها ما جدا. انت قول لي، لا انت في حد لازم بيكمل انا بحب معانا. جمال حميد جدا برضه، بس حسن كابتن حسن شفته انت كويس؟ انا شفته بس كنت صغير، بس شفته لعيب. خلي بالك برضه وانت صغير الحب الطفوله ده بيطغى على العقليه العلميه شويه او العمليه شويه. يعني ممكن كابتن جمال حميد ارقامه وحاجاته احسن من كابتن حسن بكتير. يعني كابتن حسن ما خدش غير 2 انت دوري بتتكلم تقريبا. كلاعب كوره صح. كابتن حسن ما خدش غير دوري تقريبا من واحد او 2 مثلا، واحد كاس اللي هو الدوري جمال الاعتباري حميد ده. لعب كابتن مصر في كاس العالم، خد بطوله افريقيا، مع النادي كذا بطوله. فارقام كابتن جمال اقوى. بس انت وانت صغير بيبقى فيه يقول لك سحر كده اللي انت بتشوفه متاثر هو اللي اقنعك برقم 14. هو طبعا اول واحد. طب بعد كابتن جمال حميد انا كنت بموت في جمال حميد وقلت لازم يعني ألبس كنت وانا 14. طالع بقى ولا جات لك بالحظ 14؟ كانت لا فاضيه. جات لي بالحظ. جات لي بالحظ. مسكت فيها. سكرول اللي جابها قال لك لي. عارف 14. كده انا كنت بلعب منتخب اولمبي على طول ب 11. اه ولما جيت رحت المنتخب الاول يعني هتلاقي كل ماتشات المنتخب الاولمبي لابس 11. كان هشام حنفي بيلبس 14 او 8 باين. بس 14 مش لايق على هشام حنفي بصراحه. لايق عليه 8. انا فاكر كنا رايحين اول مره نروح منتخب اول، كنت اول مره اروح منتخب قبل جنوب افريقيا 96. كنا رايحين جنوب افريقيا برضه بس بطوله وديه اسمها سامبا باين ولا 95. وانا فاكر المكان كنا في مطار القاهره القديم اللي هو تيرمينال 1 دلوقتي. وداخلين على الجيت كده فبنحط الشنط وبتاع، فكرول كان قاعد وانا معدي كده، كان هو اول مره يمسك المنتخب الاول بس عارفك بقى وعارفكم. ايوه كان معايا منتخب اولمبي، ما هو اللي طالعين كلنا طلعنا معاه يعني. فكنا كانوا واخدنا كتير، كنا 5 6 طالعين يعني. فقال لي حازم انت البطوله دي عشان من 1 مش عارف 22 باين هتلبس 14 مش 11. قلت له اشمعنى؟ انا حبيبي يعني. قال لي لا انت 14 كرويف، انا بحب كرويف وانت بتلعب زي كرويف وبتاع. فطبعا ده بقى اداني جمال عبد الحميد، حسن شحاته، كرويف 14. كرويف 14 ما بقول لك. هل نفسك يعني معلش هل نفسك يتعمل 14 كورنر في متحف الزمالك؟ يا ريت. او في فان شوب؟ يا ريت. ده فاكر لعيبه عظام سيبك مننا يعني على جنب. كابتن جمال حميد حاجه فزه طبعا. مهاجم ميدو مش طبيعي طبعا. انا اتمرنت معاه اصلي شفته مره طلع بس ما لعبتش ماتشات وديه، ما لعبتش ماتشات، لعبت معاه ماتش ودي واحد بس اعتزل. لعبت معاه هو لعيب. جسمه طلع واحده والله العظيم، طلع واحده ميدو بهده انا بقى طالع ما شفتش الدنيا اسودت قدام ظهره عامل لي كده وحطها انا ما فيش حاجه خالص. وبعدين انا كنت بحبه جدا ان هو كان بيكسب الزمالك على طول وبيجيب اجوان من بره ال 18 بدماغه. فطبعا يا ريت يعملوها والله حلوه برضه. طب كابتن حسن مكمل معانا. ماشي. كابتن حسن شحاته وكابتن محمود الخطيب، وانت اتفرجت على الاثنين كويس. كابتن حسن برضه انا بحب طبعا محمود طبعا، بس انا هميل ناحيه الزمالك، لكن طبعا كابتن الخطيب بموت فيه يعني. صحيح. كابتن حسن شحاته هو بطل اللي كمل مع الكابتن حازم امام، وفعلا كابتن حسن شحاته اسطوره لينا كلنا كزملكاويه. خلي بالك احنا الحته دي بتبقى عاطفه اكتر شويه يعني. والله انا نفسي الزملكاويه كلهم يتمسكوا بزملكاويه، لان الارقام بشوف ناس زملكاويه ساعات يعني مكسوفين شويه. ما كل واحد برايه يعني مش لازم. على فكره برضه لا يقلل منهم ان هم اصلا بتضايق لما حد مثلا يقول على واحد اهلاوي ان هو بيحبه، فتلاقي يقول لك يا عم انت مش زملكاوي. طب ايه المشكله؟ على فكره هو ده مش عدو يعني، مش صحيح. راجل انت في الاخر بتحب حاجه كوره. صحيح. بس اقول لك حسن شحاته تحديدا اتأثرت بيه
مع ان مثلا كابتن حسن على المستوى الشخص كان العملي فيه مشاكل يعني. لا ما كان في مشاكل، بس يعني ما عملش معايا واجب يعني، فاهم؟ ما وجبش معايا يعني، ما كانش في معايا 2006. في 2006 مع ان هو في الزمالك هو اللي طلعني مع كابتن يعني كابتن. لعبت معاه كتير كوره، ويعني لعبت معاهم كويس. بس انا بقول لك اللي يطغى عليا الحب اللي هو الزملكاوي انت صغير، بيطغى شويه عن فكره الارقام والحاجات دي يعني. كابتن حازم نورتنا حبيبي يا ميدو، والف مبروك يا جميل والله العظيم، حاجه يخليك. مشرفه، الواحد دايما بيتشرف بيك والله بجد. شكرا. البنطلون بتاعك كمان حكايه النهارده. محمود ياسين. لو شفنا الجزمه برضه يا ريت تطلعها للمشاهدين عشان مهمه جدا. كابتن حازم امام اسطوره مصر واسطوره نادي الزمالك كان النهارده ضيفنا في ذا ميكر، وبنعتز جدا بالزياره دي، واتمنى ان تكون حلقه النهارده عجبتكم.